يا اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. تعالوا بقى النهارده اقول لكم لما اتعزمت على حفله من حفلات اصحابي، انا قلت لهم بس سيبوا لي انتوا سويت ستاف وانا هظبطكم. افتكروا العلبه دي كويس عشان العلبه دي نينجا نينجا. تعالوا بقى اقول لكم عملت لهم 60 قطعه ميني تشيز كيك، وعملت 2 تري كبار من الرز بلبن. دي كانت سويت ستاف بتاعت ساندرا. الباكت بتيجي عبارة عن باكتتين، باكتة بسكويت وباكتة باودر. الباكتة دي على فكرة في حدود $3. انا في 60 واحدة استخدمت الثلاث باكتات، استيل ارخص، ركزوا. اخدت اول حاجه البسكويت، كان مطلوب مني ان انا احط عليهم معلقتين سكر وفي حدود المعلقتين للتلاتة سمنه لحد ما البسكويت يبقى عامل زي الرمل. انا هنا قعدت اقلبهم حلو قوي، لازم تمكسديهم حلو جدا 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 جدا. ولو ما حطيتيش زبده كتير لازم تبقي عارفه ان البسكويت مش هيمسك في بعض. في كل خطوه من الخطوات اللي انت هتشوفيها في الفيديو، انا بس عقبال ما كنت بخلص الباقي كنت بدخل التري في التلاجة وارجع اكمل عليه. هنا انا جهزت اهو الميني كب كيك، الكب كيك اللي انتوا عايزينه بقى، يعني انتوا اعملوا بقى الاشكال اللي انتوا حابينها. انا كانت عندي هنا الصواني المدوره، حطيت ورق الكب كيك العادي جدا، حطيت كده اشكال حلوه كده ولذيذه، ونزلت في كل واحده من الكب كيك دي بالظبط بالظبط، يعني معلقه الا ربع بسكويت. يعني ما تحطيش بسكوت كتير، احنا عايزين الحشو كده والتوبينج يبقى احلى واحلى. خلاص انا زي ما قلت لكم ال60 قطعه استخدمت مني 3 علب. وعارفين الهاف جالون ممكن كمان ما تخلصوهوش. تمام. عايزه اقول لكم ان كان شكلهم في اخر الفيديو هتشوفوه فوق 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 الروعه. يعني انا اصلا كساندرا انبهرت بيهم بشكل، يعني ما توقعتش ان انا نينجا. جبت هنا بعد كده قعر الكوبايه وتضغطي عليها، بس انا ضغطت قوي ففي قعر طلع معايا. لا، كل اللي انت هتعمليه هتحطيه بس وتلفيه كده لفتين، يا دوبك انت بتلزقي البسكويت كده بس في بعض عشان يعمل لك القعر الحلو بتاع الكب كيك. عايزه اقول لكم ان انا من الاشخاص اللي لما بحب مثلا اتعزم عند حد بحب جدا، مش كتوفير صدقوني، بس انا عايزه اقول لكم ان احنا كلنا تعبانين وزهقنا اصلا من الحلويات بتاعت بره. فانا بحس ان انا لما بعمل حاجه في البيت او سويت ستاف بالذات، انا قلت لكم ان انا تخصص حلويات، انتوا ما صدقتونيش. فانا بحس ان انا لما بعمل حاجه في البيت بتطلع اكتر كمان مميزه جدا. يعني الرز بلبن مفيش بيتباع رز بلبن بره في المحلات. التشيز كيك بتتباع بس مسكره اوفرلودد وخلاص، يعني تعبنا يعني من نفس التشيز كيك كل مره، مفيش تجديد يعني. بصوا هنا في نفس البولة، جبت بولة تانية ورحت حطيت فيها اللي هو بقى باكت البودر. بصوا هو مطلوب مني ان انا احط كوباية ونص، انا حطيت كوباية يعني ونص كده، كوبايتين الا ربع. خلاص. هتفضلي تضربي فيهم جامد جدا. ايه بقى الحته في ان هو طول ما انت بتضربي فيهم هيديكي قوام اتقل من الكريم شانتيه، يعني هتلاقيه بعد فتره ما انت ما بتضربي فيه هتلاقيه بعد فتره اتحول لبودنج، عارفين، تقيل كده شويه. نصيحتي ليكوا طبعا عشان بما اني انا عملت كميه كبيره ما تضربوش فيه كتير قوي، هو اصلا بعد فتره بتلاقوه قوامه بيمسك لوحده. خلاص بعد ما ضربتهم هنا يا دوبك بس حطيت البسكويت اللي انا عملته كله في التلاجة. انا بقول لكم الموضوع بالظبط بياخد يعني ما يكملش الدقيقتين، ما بين كل خطوة وخطوة حرفيا الموضوع مش بياخد اكتر من الدقيقتين. بعد ما حطيتهم كلهم، بصي بقى تزيينات التوبنج بتاعت فوق دي لعبتك انتي، دي شغلتك انتي حبي اللي انتي عايزه تحطيه. انا على فكره سيحت شوكولاته وكنت حابه ان انا اعملها شوكولاته خام، لان انا يعني لما دقت الطبقه اللي هي في النص الكريمه حسيتها مسكره شويه، فكنت عايزه اكسرها بالشوكولاته سيكه كده، يعني ما حبيتش احط نوتيلا مثلا. فاهمين؟ تحطي بقى اي حاجه انت عايزاها. انا كنت جايبه كور الشوكولاته الصغنطوطه دي، طبعا الزقروده الصغيره كانت صاحيه فكانت طبعا لازم تساعدني. كل اللي انت هتشتغليه لازم تشتغلي وتخلصي كل حاجه وهي في نفس الشيب بتاع الكب كيك ده. ليه بقى؟ لو استخدمتي اي حاجه تاني، لو حطيتيه في صينيه وقلتي انا هعتمد على الورقه بس، هتلاقيه راح فرش منك والشكل مش هيبقى احلى حاجه. الكب كيك دي لحد ما تسقع فيها هيفضل واخد نفس الشكل الكب كيك الملموم الصغير المدور. فدي برضو نصيحة تاني ليكي. الحبة دول انا عملتهم براسبري جيلي، يعني حطيت مربى راسبري كده وحطيت عليهم، حبيت ان انا اكسر اللون فحطيت عليهم شوية جوز هند. هتلاقوني هحطه دلوقتي، استنوا بس انا اسرع منها، هي بطيئة. خلاص. لو قلت لكم مثلا ال60 قطعة بأمانة ممكن يكونوا اخدوا مني 40 دقيقة.
مش هتصدقوني، الموضوع سهل جدا، هتحبوه اول اعياد ميلاد عيالكم، لما تبقوا معزومين على حفله، لما تحبوا مثلا تبقوا رايحين عند حد مثلا وعليكم بارت تعملوه. موضوع سهل، مش مكلف تماما. انا ما توقعتش ان انا هعمل كل الكميه دي، وهتشوفوا في الفيديو اخر الفيديو عاملين ازاي. يعني الموضوع سهل على فكره. عملت كمان بزبده الفستق بالبوستاشيو، عملت منهم شويه. انا كنت عامله ساده، وكنت عامله كمان بالشوكولاته، وعملت بالمربى، وعملت كمان بالبوستاشيو. يعني شكلوا زي ما انتوا عايزينه. بصوا ده شكل الشوكولاته كان عاجبني وانا بزينه، عشان طبعا ما عرفش اوريكم اول مره. ادي شكله بالظبط. الموضوع مش هياخد. شايفين الجمال والتحفه؟ عايزه اقول لكم الناس كانت يعني اكسايتد لشكلهم، يعني ما كانوش اصلا لسه داقوا، وكان اصلا عاجبهم شكلهم. بجد لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. يمكن الفكره دي يكون حد مزنوق فيها مثلا وانا هساعده. عملت لهم كمان رز باللبن، طلع تحفه. عايزاكم بس تشوفوا وش الرز بلبن. ورز بلبن هتلاقوا طريقته كمان على الصفحه. اتمنى تكون فيديوهاتي مفيده ليكم، وبحبكم جدا، واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.